البركة فيكوا يا ولاد، اللي خلف ما ماتش. انتوا بسم الله كده ما شاء الله 5 اخوات اهو، خلوا بالكم من بعض. طب احضرنا يا شيخ متولي واشهد علينا. الحكايه ما تستاهلش حضور ولا شهاده، هي يعني حزب بيرمي اهي تركه وكل واحد يعرف حق. عداك العيب يا حامد يا ابني، والميراث ده شرع ربنا يا حافظ يا ابني، وان كنتوا اخوات اتحاسبوا. معقول يا ناس؟ معقول نفتح خزنة ابونا ما نلاقيش فيها مليم واحد؟ اهو ده اللي حصل. ايه بس يا حافظ يا ابني؟ ده ابوك الله يرحمه اغنى واحد في البلد كلها، خزنته طول عمرها عمرانه ومليانه فلوس. بلاش الفلوس بلاش. قول لي يا عم متولي، راحت فين الشيكات والكمبيالات؟ الله، ده مسلف نص البلد على يدك يا عمده. ما تقول يا حافظ، قول بقى وخلص ذمتك من ربنا. اقول ايه يا عم؟ مش انت برضو كنت تيجي تزور ابوك كل يوم قبل ما يموت، ويمكن قال لك ودى الشيكات والكمبيالات والفلوس فين؟ انت برضو هتصدق كلام اخويا حامد المخلول ده؟ يعني جزاتي اني كنت بطل على ابويا وهو عيان تقوم تسرقه وتنهبه وتطلعنا انا واخواتك من المولد بلا حمص؟ اسمع يا حامد، انت مهما كان اخويا وعيب تغلط فيا. طب لما انا اخوك قول لي فلوس ابونا راحت فين؟ ايش عرفني؟ فتشوني يا ناس. يا حافظ حرام عليك، ما تاكلش حقوق اخواتك، دول غلابه وانت برضو الكبير، وما يخلصكش الشيطان يدخل بناتكم كده، ده المال فاني. قلت لكم ما تكتروش في الكلام معايا، ما خدتش حاجه يعني ما خدتش حاجه كده يا حافظ. طيب انا بقى ما فاضلش عندي غير حسبي الله ونعم الوكيل. وبعدين؟ ولا قبلين اتقفل الموضوع عند كده. يعني ايه اتقفل عند كده؟ يعني مفيش غير السكات. نسكت، نشوف حقنا وحق اولادك بينسرق عين عينك وتقول لي نسكت؟ تقدري تقولي لي ايه اللي ممكن اعمله؟ تعمل كتير، فيه قانون، فيه حكومة. ايوه، وفيه اللي اكبر من الكل، فيه ربنا. نستعوض ربنا في حقنا. يا ناس من يرضى بالظلم؟ الظلم حرام حرام. سمعت اخر الاخبار؟ خير؟ اخوك حافظ ماله؟ قال ايه؟ اشترى 10 فدادين في حوض الثرو. ايه ده؟ 10 فدادين حتة واحدة وفي حوض الثرو كمان؟ يعني في احسن ارض كلتها جناين. ده ما كانش حيلته غير فدان واحد. تقول ايه بقى؟ ها؟ ولا كمان شارك تجار الجناين ودخل المزادات للدرجة دي؟ امال ايه؟ ده غير الجرار ومكانة المية اللي اشتراها والعربية. انت بتقولي ايه؟ مش انا اللي بقول، البلد كلتها هي اللي بتقول. لا انا لا يمكن اسكت على كده ابدا، لا يمكن. خير يا سعام؟ خير؟ اقدر اسألك منين الخير اللي وقع عليك ده كله مرة واحدة؟ ليه؟ انت مش عارف منين؟ من حال ربنا اللي بيرزق الدودة وهي في قلب الحجر. انا مش شايف دودة يا حافظ، انا شايف تعبان. التعبان مراتك اللي بتعبي نفسك عليا وعلى ولادي. يعني انت ما سرقتش حقي في ميراث ابويا يا حافظ كده؟ طب عشان اريحك بقى، ايوه ده مال ابوك اللي انا بتمرمغ فيه واني كلته لوحدي ومش هديلكوا حاجه منه. روح بقى من وشي احسن ما اخلي الدبان الازرق ما يعرفلكش طريق جري. كده هي حصلت كمان تهددني يا حافظ. ايوه حصلت. عايز حاجه تاني؟ يلا يا اخويا، يلا مع السلامه. اما ايوه يا حبيبي. هو عمي حافظ مش يبقى اخو ابويا؟ ايوه يا ضنايا. امال ليه هو غني كده وابويا ما معهوش فلوس؟ معلش يا ابني، حكمة ربنا. طب مش كنا نروح نعيش معاه احسن؟ ما ينفعش يا ابني، بدل ابويا ما بيشتغل طول النهار في السوق وما بيرجعش بحاجة. معلش يا مصطفى، كل واحد لازم برضو يرضى بنصيبه. ده عمي مستريح قوي وعنده كل حاجة، انا بشوف ولاد عمي مبسوطين ومستريحين. قولي يا مصطفى، انت عايز تريح ابوك بصحيح؟ انا هطلع معاه السوق. لا يا مصطفى، لا مش قصدي. امال ازاي يا ام؟ لو بتحب ابوك بصحيح تقعد تذاكر على قد ما تقدر. ايوه تذاكر كويس عشان تبقى كويس وتدخل المدرسة الثانوي وبعديها الجامعة.
ايوه، ويوم ما تكبر وتبقى فندي محترم ونشوفك في مركز عالي، تبقى دي هي فرحة ابوك وفرحتنا كلتنا. العيال نامت؟ ايه، هما بيشوفوا النوم يا حبة عيني، دول طول الليل مكفيين على الطبلية بيذاكروا. انا خايف على العيال من لمبة الجهاز، مش كويسة على عينيهم ولا على صدرهم. طب نعمل ايه؟ تقدر تقولي؟ هقول ايه؟ بس يعني لا لقمة نظيفة ولا نومة مرتاحة، وكمان شقى المذاكرة طول الليل. ما تزعلش نفسك يا ابو مصطفى، ولادك خدوا على كده خلاص وهي هانت. ربنا معاهم ويطعمنا فيهم يا رب، ويعوض صبرنا خير يا رب. نجحت ياما، نجحت. صحيح، يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار أبيض. عارفه انا خدت كام مجموع؟ كم يا حبيبي؟ صدقي 96% ياما. يا سلام يا ابني، يا سلام، يا ما انت كريم يا رب. مانيش عارفه ازغرط. تعالى يا ابني، تعالى لما ابوسك يا حبيبي. طب حسب دموعك. ابوك هيفرح اكتر قوي يا مصطفى. يعني انت مبسوطه ياما؟ هو في الدنيا فرحه اكتر من دي؟ بس انت بقى تخليك في الجدعنه دي على طول. طبعا ياما، مادام فيها مجانيه وفلوس عشان ارحمكم شويه. يا حبيبي يا ابني، شايل همنا. بس انت ادعي لي ياما. مفيش مرة بنرفع وشنا للسماء إلا وإحنا بندعي لك يا حبيبي أنت وإخواتك. عشان كده جبت أكبر مجموع في البلد. ربنا يبعد عنك العين الوحشة. وعارفة كمان ياما؟ إيه يا حبيبي، عاوز تقول إيه؟ سميرة بنت عم حافظ سقطت. سقطت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عيني يا بنتي، دي تاني سنة. دي عيطت عياط على باب المدرسة ياما، صعبت عليا قوي. نصيبها بقى، خلينا احنا في حالنا. قوم بينا نروح السوق نشتري بطيخة ونجهز حتة غدوة فرحة نجاحك. قوم على ابوك ما يجي واخواتك، عقبال يا رب ما تتخرج من الجامعة. والله مرت السنين بسرعة يا ام مصطفى. قول لي يا ام الدكتور، هو مش اتخرج؟ ايوه اتخرج، وربنا وحده العالم اتخرج بعد ايه. جوعنا وتعرينا قد ايه. والله كانت ايام حلوة، ربنا ما يعودها ايام. مفيش اسرع منها. انت اللي طول عمرك صبرة وحمدة وشاكرة يا ام الدكتور. وادي النتيجة، مرة تناديني بام الدكتور، ومرة تناديني يمو المهندسة، ومرة تانية يمو حضرة الضابط. يا ولية شوية دول لسه ما تخرجوش من الجامعة. فات الكتير، ما فاضلش الا القليل، وبإذن الله الفرحة هتبقى فرحتين وثلاثة واربعة، وهنفرح اكتر واكتر واكتر. من حقك يا ام العيال. مبسوطة دلوقتي ياما؟ اكتر من كده يا دكتور مصطفى؟ ياه، ده الف بركة ونعمة. رضا والله. طب بقول ايه، ما تيجي بقى لما اقيسلك الضغط. ضغط ايه يا دكتور؟ هو اللي يشوفك انت واخواتك حواليا عمره يجيله ضغط ولا يعرف حتى طريق المستشفى؟ ده انت يا ابني رجعت لي شبابي والله. الحمد لله، ربنا يديك طولة العمر والصحة انت وابويا. ويهنيك يا ابني بشبابك وتفرح بقى. انا فرحان بيك يا اما وبابويا واخواتي. لا يا واد، تفرح ببنت الحلال العروسة. على فكرة يا عم، ولاد عم حافظ عملوا ايه؟ بيقولوا نتيجة الدبلوم ظهرت. هيعملوا ايه يعني؟ اهي زي كل سنة. هي يعني حاجة جديدة عليهم؟ ربك كبير يا ابني، خلينا في اللي احنا فيه. ما قلتليش ايه رأيك في حكاية الجواز؟ الجواز؟ مين؟ حافظ؟ ايه اللي جابك لحد هنا؟ وما جيش ليه يا ام مصطفى؟ مش بيت اخويا؟ دلوقتي بس افتكرت انه اخوك يا حافظ. طول عمرنا اخوات والمصاريف البطن بتتخانق. وايه اللي يلزمك مننا دلوقتي يا حافظ؟ مين؟ حافظ اخويا؟ ادخل
ادخل يا اخويا، واقف على الباب كده ليه؟ يلا ما توسع يا وليه امال. باين مرات اخويا لسه زعلانه مني. لا معلش يا اخويا، ما انت عارف بقى عقل الستات، بس بالك قلبها ابيض زي البفتة البيض. اتفضل يا حافظ، اتفضل يا اخويا، بيتك ومطرحك. كلام ايه ده اللي سمعته يا حامد يا اخويا؟ كلام ايه يا حافظ يا اخويا؟ خير. بلغني كده كلام داير في البلد ان الدكتور مصطفى خطب من بره. وفيها ايه ده؟ خطب دكتورة زميلته زيها زي وبنت عمه سميرة بنتي. سميرة بنتك مالها؟ سميرة من لحم ودمه يا حامد، هو اولى بيه ومش هيلاقي احسن منها ولا اغنى منها. غنى ايه يا حافظ؟ غنى ايه؟ معقول يبقى دكتور قد الدنيا وياخد واحدة مش فالحة؟ ايه كده يا حامد، كده يا اخويا. كلام ام الدكتور مصطفى عين العقل يا حافظ. اعمل معروف يا حامد يا اخويا، اعملي معروف يا ام مصطفى. انا غلطان في حقكم، انا مستعد ارجع كل اللي خدته وكل اللي سرقت منكم. انا خلاص مش قادر ارفع عينيا في وش الناس. اهل البلد كلهم بياكلوا وشي، حتى اخواتي بشوف في عينيهم الشمات. قول لهم يا حامد، قول لهم يسامحوني، خدوا كل اللي معايا كله، الارض، الفلوس، العز كله، بس ما تخلوش مصطفى يتجوز من بره. قلت ايه يا حامد يا اخويا؟ اسمع يا حافظ يا اخويا، اسمعني كويس. كل واحد بيحصد اللي زرعه. انت زرعت شوك ودلوقت جاي تندم، عايزني ابيع لك الورد بالشوك. لا يا حافظ، لا، حرام عليك، ده انت كده تبقى ظلمتني في الاول والاخر. لا يا حافظ، لا يا اخويا، ما ترضاش الظلم ليا ولابني. لا يا اخويا، مع السلامة يا حافظ.